حياكم الله من جديد في نادينا وضيف نادينا الأسطورة سلمان الفرج. أبو محمد تتهم كثير على مستوى المدربين إنه سلمان الفرج يتدخل في المدربين، يبغى مدربين بالطريقة اللي هو يحب يلعب فيها، طريقة الاستحواذ، ما يبغى المدربين اللي يسرعون اللعب، يرى بأنه الفريق كذا يمشي أفضل. حتى لما يختاروا المدربين الهلال هو يتدخل ويعطي انطباع. أضف لها أنه كنت تتهم سلمان بأنه المجموعة اللي كانت معاك كان المسيطر عليها سلمان الفرج، وبالتالي سلمان قادر على إنجاح المدرب أو إسقاط المدرب. هو اتهام واحد أي. وطلع بعد جاردين لقاء اللي صار بعد جاردين بس، وكنت أنا صادق فيه وواضح وصريح، وتكلمت فيه حتى مع الإدارة وتكلموا معاي. يعني في أمور مصلحة النادي أهم من كل شيء. يعني الهلال طول تاريخه مبني أنه دائما بطل، دائما هو الأقوى، هو اللي مسيطر في المباريات. يعني أمور كثيرة من إنجازات نادي الهلال وتاريخه والسيستم اللي ماشي عليه. فمن بعد هذا اللقاء وصادفت أنه طلع لي مقطع وأنا كنت أسلم على دياز في كأس العالم، كان حاضر مباراة توقع في الإمارات، صح؟ في الإمارات. إيه. بحسن نية والله العظيم، أنه لا أدري أنه موجود ولا شيء، ولمحته فسلمت بس. لكن موضوع جارديم من بداية الموسم يعني نشوف الطريقة، نشوف العمل، محترم، شخصية قوية، لكن فنيا ما كان عالي داخل الملعب. يعني الطريقة اللي يعمل فيها داخل الملعب ما تناسب أبدا المنظومة، ما تناسب نادي الهلال، ما تناسب اللاعبين. فهو الشيء الوحيد تكلمت أتوقع مع فهد المفرج أو فهد الفهدين الرئيس وفهد المفرج، إنه ترى مش حق هذه السنة، يعني مش مناسب. وكانت في نتائج سيئة في بداية الموسم في الدوري، صحيح، مع انه حققنا معاه كاس اسيا. بس كان يفوز، صح ابو محمد؟ كان يفوز بس عنده تعادلات، كان الاداء مو كويس. الاداء مش كويس، التعادلات كانت كثيره، واذا فزت تفوز فرق هدف، يعني مو الوضع في شيء مو صحيح او في شيء غلط. بسبب الشغل الفني، لانه مو هجومي، ما عنده الشخصيه البطل، هو دائما انه لازم افوز ولازم افوز. هو كان يلعب على التحولات السريعه، كان يرى انه المفترض الكره ما تتاخر، انه سلمان الفرج يستلم ويباصي. لا مو بكل شيء سلمان الفرج، هو المنظومه الهلال كله. هو كان هذا تعطيل، يبغى يلعب اسرع. لا بس يعني حتى جيسوس مو كان يلعب بهالطريقه. لا جيسوس يبدا من ورا والكره دائما معاك وكل شيء. ممكن اسرع في انه انا اتحول لمنطقه الخصم وبعدين هناك اكمل استحواذي، ممكن. بس انه جيسوس لا، شخصيه يحب الفوز، يحب انه دائما انا المسيطر، دائما انا الافضل في المباراه في كل شيء، دائما الكره معاي طول الوقت. فهو يعني هذا المدرب اللي ينجح مع الهلال. لكن جاردين ما كان مناسب، فصار نقاش. بس لما اخذوا رايي فانا تكلمت انه مش مناسب. اذا موجود في الفتره هذه المدرب الافضل، يعني حيكون انقاذ لنهايه المستقبل. ما طلبت بدياز؟ لا ابدا نهائيا. ولا تعرف عن دياز ومفاوضات دياز؟ ابدا والله ابدا. بس انه لما حسوا وتاكدوا الاداره انه لا، هذا المدرب ما راح ينجح في هذا الموسم، حنخسر بطولات، حنخسر دوري. فالمتاح في هذيك الفتره ما كان في مدربين. افضل مدربين كل واحد في عنده عقد في ناديه وشغال في الدوري. المتاح كان دياز والاقرب، وهو اللي عارف الدوري وعارف الفريق وعارف اللاعبين. ما راهنت عليه يعني؟ ما كان الكلام يعني، في كلام تسرب انه زي ما تقول سلمان راهن، قاعد اذا جبتوا دياز انا اضمن لكم ان احنا نجيب. هذا الكلام صار بعدين لما قرروا، وانه من ضمن الخيارات انه كذا خيار مدرب. وان سالت
قلت دياز هو الانسب، هو اللي حيضيف لما يجي، يعني ما راح نرجع خطوه ورا، حنتقدم خطوه قدام باذن الله يعني. فبس القرار الاول والاخير كان للاداره، بس لما جاء الحمد لله في هذه السنه حققنا الدوري. انت اشتغلت في الموسم هذا، كان شغل جبار لسلمان الفرج هذاك الموسم، موسم دياز، حتى على الغيابات. يعني كثير خلينا نقول البعض يرى انه سلمان في كثير من المراحل عنده الاصابات يغيب، يعني ما يلعب الموسم كامل مع الهلال. في مراحل كثيره في الموسم كان سلمان يكون اصابه وما هو موجود. هذاك الموسم من تركيزك حتى انت ما غبت كثير. لا انا طول السنه مركز، وكل سنه تركيزي اعلى من السنه، لكن رب العالمين قدر علي انه انصب في الوقت الفلاني في السنه الفلانيه. هذه السنه ما انصب، لكن هذه مكتوبه علينا، مو بيدي يعني. ولكن العمل نعمل ونحاول قد ما نقدر انه ما تجينا اصابات، وكل الاشياء اللي نسويها بروفيشنال ونشتغل، ولا ما كان وصلنا لهذه المرحله، ولا حققنا للنادي هذه الانجازات الكبيره طول هذه السنين. طيب بس انه الاصابات في علم الغيب قضاء وقدر يعني. نعم. وانا اكثر شخص يعني عانيت صدق من موضوع الاصابات، وانا ماني سعيد، لانه الموضوع يزعل اللاعبين بالذات اللي دايم الاصابات مرافقتهم يعني كثيرا. اللي يسوى واللي ما يسوى يطلع يتكلم كلام مش منطقي، يعني عن هذا ياخذ، وهذا طول الوقت في العياده، هذا ياخذ، هذا ما يهتم. اصابه. انا يعني لعبه كره قدم ترى لعبه رجال، فيها اشتراكات قويه، فيها مجهود عالي. اذا هم ما يعرفون يروحون يشوفون سلمان ايش كان يجري في كل مبارياته، ايش الليفل هو اللي واصل له، عشان تعرف ليش يجي تمزق، ليش يجي مدري ايش. يتكلمون على البنيه، انا بنيتي هذه كذا مستحيل تتغير. ولو حاولت اني ابني انا اكثر من كذا ممكن انا تتعطل في اشياء ثانيه، ممكن مش يعني مرونة، تاثر على مرونتي، تتاثر صحيح. مستواي، يعني ستايل لعبي، طريقه لعبي ممكن تختلف. فانا ليش انتم حبيتوني وانا كذا، وانا كذا قاعد افرق مع الناس، وانا كذا طلعت سلمان الفرج. وبس انه الاصابات في الاخير كل اللاعبين تعرضوا، كل اللاعبين يعني. بس في لاعبين ربي فاكهم يعني، الحمد لله يكمل سنه سنتين ثلاث بعدين تجي اصابه. بس انت تقول انا ما اتدخل في المدربين، ولا عمري اخترت المدربين، ولا أبداً. اذا جاء اللاعب المدرب يلعب ستايل معين ما يتناسب معنا ما اتدخل واحاول اسقطه. لا مش اسقطه، لكن اتدخل، اروح اجلس انا وياه في الغرفه واعطيه طريقتنا، اتكلم معاه. احنا والله هذه مميزات. انت تلعب كذا، ترى احنا قبل ما تجي ممكن هذه المجموعه لها 5 سنين 6 سنوات مع، ترى هي تسوي كذا، هذا اللاعب ترى حيفيدك كذا، هذا يسوي كذا، هذا هذول اللاعب اثنين في المكان هذا فرضا سالم وياسر، ترى هم قوتهم في كذا. لسه جديد ما يعرف عادي، فانا بس اسهل له، اعطيه بطبيعيه. هي يعني في عالم كره القدم طبيعي ان الكابتن يجي يتكلم ولا يراها المدرب انه قاعد انا ما ادري عن الكباتن الاخرين كيف طريقتهم، بس انا وجهه نظري انا اشوفها طبيعيه. لما هو متقبل وما عنده مشكله وفاتح لي باب المكتب، فانا ما عندي مشكله، انا اروح اتكلم معه. وانا قبل ما اسوي كل هذا مع اي مدرب، لما يتكلم معي ولا يجلس يعطيني بس مجال انه يتكلم معي، يسالني عن شيء، اقول له ترى انا شخصيتي ترى ممكن اجيك كل يوم اتكلم معاك، ممكن اجيك كل اسبوعين ترى انا اتكلم معاك عن موضوع الفريق عن شيء كذا. واضح. فلما يقول لي انا اتقبل ومكتبي مفتوح خلاص. لما يقول لي لا والله انت لا تدخل، هذا شغلي، لما احتاجك انا اكلمك، لا ما اتدخل مستحيل نهائيا. طيب ابو محمد سلمان، خليني بس باخذ فاصل واكمل معك الحوار بعد الفاصل. طيب سلمان، خليني عشان اقفل ملف الهلال عندي بعض المحاور بخلصها عشان ندخل برضو على ملف مهم ابو محمد، ملف المنتخب السعودي. بس في الهلال هذا اللي تقوله انت هو واضح انه من ادوار قائد الفريق، القائد الحقيقي اللي يعني اعتقد كذا يصيرون كل اللاعبين يؤمنون بهذا القائد، وهذه مسألة مهمة. في الهلال اليوم موجود هذا القائد؟ موجود بنفس الادوار؟ انا برا الحين الاسوار النادي، بس تعرف لا والله ما اعرف، لكن موجود سالم، عنده الخبره، عنده القدره، سنين
من العطاء، وشاف ومارس وشاف بعينه يعني كل شيء، وعارف الفريق اللي معاه. فأتوقع قادر إذا الفريق محتاجه، قادر يسيطر، قادر يفيد. مش الكابتن مش إنه يسيطر على المجموعة بس، إنه حيفيدهم دايم، يلجؤون له دايم. المفروض هو المفروض بس هو صاير ما أدري. أنا برا النادي، فلا لا تكلمني عن داخل النادي. مستحيل والله العظيم إني ما أعرف عن أي شيء عن داخل نادي الهلال حاليا. فالمفروض والطبيعي وإنه صاير إنه يلجؤون له أكيد، لأنه يعني خليني أقول لك معلومات، عنده خبرة كبيرة. خليني أقول لك معلومات. أكيد سالم نجم بعيدا حتى على خبرته طبعا. لكن هذا كلامي يعني خلينا نقول يمرر من بين حين وآخر نسمعه أو نحصل عليه في المعلومة، أنه سالم ما هو اللاعب اللي أو القائد اللي يمارس هذا الدور. سالم لا يتدخل في الأمور هذه. اللاعبين علاقتهم مع سالم علاقة لاعب ونجم، مو مثل سلمان. هذا يقال. أنت كيف تعلق؟ أول شيء أنا أحسه الكلام هذا يطلع طبيعي، وأحسه ما يطلع من جمهور الهلال. يعني المنافسين عشان أشتت هذا الفريق أطلع فيه أي موضوع يخرب هذه المنظومة. بس أنا من نادي الهلال مستحيل، أو من جمهور نادي الهلال. ما في منافسة. لو نفترض إنه سالم مش قادر، فيه لعيبة برضو قادرين يعني يسوون هذا الشيء، وفي إدارة واعية. ترى يعني فهد المفرج كان أوقات في مباريات يدخل ويتكلم عادي، وكان كلام مفيد لأنه عنده الخبرة والكافية إنه لما يشوف شيء حاصل في المباراة إنه يتكلم. لا أقصد هذا دور ترى مو كل المدرب، مو كل الكباتنة سووه. يعني في كباتنة معينين مروا في التاريخ هم اللي كان عندهم هذا الدور، يسوي هذا الدور اللي تسويه سلمان. أول تروح تتكلم عن لاعب ناشئ، أعطوه فرصة. تروح لاعب عنده مشكلة مالية يجي يتكلم معاك، تروح أنت تكلم له الإدارة، تتشفع له عند الإدارة. أنا ما أحبها بس تتشفع له عند الإدارة إذا هو مش قادر، يعني. إذا مو قادر يجيب حقه وهو له حق، فأنا ما عندي لا ظروف مالية مو شرط يعني. مو كل اللاعبين ترى يعني أنت تعرف سلمان، مو كل اللاعبين اللي معاكم كلهم عندهم عقود عالية ووضعهم تمام. في لعيبة أقل برضو مو فيلجأ لك. بس برضو ما يجيني لاعب يقول لي أنا أبغى هذا المبلغ وهو مش مستحق. لا أنا أمر بضائقة، أمر بأمور مالية، أمر بأمور أسرية، وعنده مستحق في النادي مثلا. أو أنت تروح على طول. على طول يعني ما عندي، إذا ما يقدر أنا على أساس كذا أقول لك هذا عينات بسيطة. مثلا محمد نور كان يمارس هذا الدور لما كان كابتن، كان مشهور محمد نور في هذا الموضوع. في الهلال سلمان الفرج كان الأشهر في هذا الموضوع. اليوم هذا الموضوع موجود عند سالم يسوي هذا الأمر. ما أدري عبد الرحمن، ما أقدر أجاوبك، ما أقدر. إذا في مشاكل داخل النادي، أنا برا النادي، أنا الحين كابتن نادي نيوم. في اليوم تمارس الحمد لله ما عندنا الله لا يجيب المشاكل. بس إنه في نادي الهلال حاليا أنا ما أدري. في المنتخب في المنتخب ولله الحمد ما في مشاكل مالية. إذا في مشاكل مع مدرب في شيء إدارية أكيد إذا محتاج إني أنا أتدخل حتدخل. طيب قفل المنتخب، لا افتحوا بارة الحال المنتخب. طيب خلينا نقفل الملف هذا، ملف القيادة. لكنك ترى أنه سالم يستحق قيادة النادي الهلال؟ يستحق، والمفروض أنا وجهة نظري في القائد أنه لازم الفريق الكل يحبك يتقبلك، ولا ما راح تنجح. بس الكل يحبه سالم ويوده. أنا برا النادي ما أدري لاعبين. أنا في الفترة اللي أنا السابقة الكل يحبه ويحترمه. فإذا أنت محبوب من الفريق فأنت إن شاء الله أمورك حتكون تمام. طبعا لازم تكون عندك برضو الشخصية، مش كابتن وأنت ما تعرف تقول ولا شيء، ولا أنت مثل الوقت الفلاني تتكلم الوقت المهم. بس إنه مهم إنه يكون الجميع متفق على هذا الكابتن، يحبون هذا الكابتن، عشان لما أتكلم أقول يسار الكل يروح وهو ما عنده مشكلة. لو يكون في واحد من المجموعة من 30 هذا والله مو مع سلمان، لما نروح يبقى في خلل، منظومة ما تكون تمام. الأداء الفني لسالم حاليا أنت كيف تشوفه؟ ما شاء الله تبارك الله في أعلى مستوياته، ما شاء الله تبارك الله. الأفضل
الافضل سعودي، لاعب سعودي ولا افضل لاعب في الدوري اليوم؟ افضل سعودي، ولما اقارن مع اجانب كثير بتفوق عليهم كثير. طيب بجيك للافضليه، بما ان نحكي عن موضوع الافضليه، ومر في تاريخك مع الهلال. في وجهه نظر سلمان الفرج، من هو الرئيس الافضل مر في تاريخ الهلال؟ عندي انا ولا بالانجازات؟ عندك انت. عندي انا الامير عبد الرحمن مساعد، انا اهم رئيس مر عندي. طب من الاقل؟ مين الاقل؟ يمكن ما في الا سامي الجابري لفتره بسيطه، وما اتوقع ما حققنا فيها انجاز او شيء. كان دائما سامي من كان لاعب الى وصل انه يكون رئيس يتهم اتهام على مساله محاربه النجوم. هذا الاتهام كان دائما يطلق على سامي الجابر. انت مريت معه في كل المراحل، كيف تشوف الموضوع؟ ما شفت هذا الشيء ابدا، لكن في فتره برضو سامي لما كان اتوقع ما خاب ظني هو مدرب، او كنت ممكن حطلع من النادي. وهو مدرب؟ هو مدرب ولا هو مدير كرة؟ او لا مش مدير كرة. مدير كرة كانت فترة الأمير عبد الرحمن مساعد. لا مش مدير كرة. والمدرب لما كان في آخر فترة الأمير عبد الرحمن. وحتى الكلام ما أنا عن نفسي ماني متأكد منه يعني 100%، بس أتوقع كان مدرب. إنه كان فيه صفقة حتكون تبادلية بين الشباب والهلال، إنه سلمان الفرج يروح نادي الشباب ولاعب ثاني نسيت اسمه، ويجي حسن معاذ باختيار سامي. وليد الجزاني اعتقد ولا لا لاعب معي من النادي معاك لاعبين من النادي مقابل حسن معاذ. واختيار من سامي. كان سامي هو المدرب. وهذه المعلومه ماني متاكد منها 100%، بس هذه اتوقع انها في فتره التدريب سامي الجابر. نعم فتره تدريب سامي الجابر كان حديث على حسن معاذ. وكان سامي خياره للي يرحل للشباب سلمان. وفي شخص ثاني اذا ما خاب ظني، اذا مو محمد البريك. ما واجهت سامي قلت له؟ لا ابدا يعني كنت العب وكنت مرتاح والفريق كان ماشي وهو كان تمام مع الكل، فما حسيت في شيء مختلف او شيء غريب. لا. طيب بما ان ذكرنا ابو عبد الله كابتن سامي الجابر، نمسي عليه بالخير برضه، في يعني خلينا نقول جدل كبير يصير على مساله اسطوره الهلال ما بين سامي الجابر وما بين يوسف ثنيان وما بين كثير من الاسماء، بس يعني هم الجمهور يوقف دائما عند سامي ويوسف الثنيان. من هو اسطوره الهلال في وجهه نظر سلمان؟ شوف انا راح اميل، يعني هم كلهم اساطير طبعا، وكل لاعب عنده تاريخ وانجازات ولعبوا مع بعض وسووا انجازات كبيره للنادي وللمنتخب، لكن انا دائم يعني شوي اميل مع المركز اللي انا العب فيه، يعني لعيبه الوسط، فانا اميل مع يوسف الثنيان مع كل الاحترام لسامي وتاريخه وانجازاته، بس يعني انا احب الستايل الممتع ويلعب في الوسط وانا العب في الوسط، واللاعب اللي دخلت عشان اشوف ايش كان يسوي قبل. يوسف ثنيان اسطوره هو اسطوره الهلال انا اشوف. طب لو قلت لك اسطوره الكره السعوديه من بتروح؟ هنا ما اقدر، هنا اسوي ستوب معلش والله ما اقدر لاني ترى ماني متابع يعني كبير للعيبه القدامى او صحيح. شيء، او قبل ما ادخل حتى قبل ما ادخل كرة القدم مع نادي الهلال ما كنت اتابع، يعني انا بس احب هذه المعلومه. انا وصلتني هذه المعلومه استغربتها جدا، انه ما اشجع. ما قالوا لي ترى سلمان لما كان اول قبل ما يلعب ما كان يتابع المباريات لانه كان يحب يلعب كوره، فما كان يعني يتابع بشكل بسيط. اتابع نادي الشباب لانه كان خالي يلعب في نادي الشباب سعود، يعني اذا سعود القنات. فالفترة اللي الأهل مجتمعين وبيلعب فأنا مضطر نجلس ونتفرج ونتابع خالي كذا، بس إنه ما كنت متابع الدوري ولا كنت أحب نادي معين أو شيء، لا. بعدين عشقنا الأزرق بس ما عندك يعني ما تشوف مثلا، أكيد إنك بتعرف عنهم بقى على الأقل أبو محمد، ما بين يعني مثلا أعرف أسامي طبعا، ماجد عبد الله طبعا سامي الجابر ما أقدر ما أقدر أنا أقول والله ماجد عبد الله ويكون والله تاريخ سامي لا فنيا، خذها فنيا لا تخضع فنيا. لو فنيا اللي انا شفته وتابعته بقول لك يوسف ثنيان. يوسف ثنيان هو ماجد عبد الله يعني يتنافسون هم مع بعض في القمه.
ممتاز. يعني نعطيهم جائزة الأساطير في اللي لا يكررون، يعني صعب تكرارها. صح، لاعبين صعب تكرار. صح. نروح طيب للمدربين. أفضل مدرب مر على تاريخ سلمان الفرج سواء منتخب أو هلال فنيا. فنيا جيسوس. نعم جيسوس. لما أنا أبغى أنزل وأفوز على خصم قوي أحتاج مدرب يسوي لي شغل فني عالي في الفريق. جيسوس أحط في كل اللي مروا. مارفك كله فنيا. أي فنيا. بس لما تكلمني تقولي والله فنيا وكيف يتعامل مع اللعيبة وكيف السيطرة وكيف كذا، لا حروح لشخص آخر. طب فنيا قلنا جيسوس، في الأمور خلينا نقول كاملة من بيكون كمدرب مكتمل؟ كمدرب مكتمل ممكن يعني أسماء قريبة من بعض. يعني حروح لك رزفان، حروح لك الدياز، وحروح لك المدربين المنتخب مارفك، وحروح لهيرفي رينارد. طيب. هذولي، لكن هذول الفنيين المدربين الأقل فنيا شوي. يعني لما أتكلم فنيا شغل في الملعب أعلى مدرب جيسوس، لكن هذول أقل فنيا لكنهم عندهم الأعلى، إنه عنده شغل في الملعب، عنده سيطرة في غرفة الملابس، عنده علاقة طيبة. قوية وطيبة مع اللاعبين. يعني. مع اللاعبين الكل يحترمه يحبه. فهذول المدربين. وقبل ما أنزل مباراة يعني حديثهم كلامهم مفيد. فهذول المدربين. طيب احنا الحين الهلال رايح كاس العالم، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب. كيف تعلق على جاهزية الهلال لكاس العالم واللاعبين اللي موجودين اليوم في لستة الهلال، اللاعبين الأجانب؟ ايش رأيك؟ لما باجي أقيم الموسم فأقول لك الموضوع صعب، لكن حيكون في توقف، حيكون في إجازة بسيطة حياخذونها حتريحهم. الكلام اللي ممكن أنا أقوله لك لازم أقوله لك بعد ما يقرر النادي مين المدرب اللي حيمسك نادي الهلال. حيستلم محمد شلهوب، حيجي مدرب جديد. هنا أقدر أقول لك نادي الهلال حيسوي شيء، ما راح يسوي. في تغيير في اللعيبة، مع ما أظن يعني الفريق فيه جميع النجوم، يعني في كل مكان فيه اثنين من المحليين ومن الأجانب، يعني يقدرون ينافسون. بس الحين إذا يستمر على محمد شلهوب هذا موضوع آخر. إذا حيجيب مدرب مختلف في هذه الفترة فالموضوع هنا صعب. أنا حنجز ولا ما حنجز؟ أنا حقدر أتأقلم مع هذول اللعيبة؟ المدرب أنا أتكلم، اللعيبة حيتأقلمون مع هذا المدرب؟ إيش الشغل اللي حيسويه؟ طيب أبو محمد، لو سألت من اللي يبقى من اللي يرحل في وجهة نظرك الفنية ما لك قرار في الموضوع، لكن وجهة نظرك متروفيتش حاليا عشان كأس العالم، عشان كأس العالم 8. الكل يبقى. وبعد كأس العالم هنا قرار النادي. رؤيتك أنت أبو محمد الفنية؟ ما أقدر، مستحيل عبد الرحمن، ما أقدر أتكلم عن لاعب وأقول هذا يقدر يجلس ولا ما يجلس. بس حاليا الوقت ضيق عشان كأس العالم. فالشيء اللي أنا مضطر إني أسويه لازم أجيب مدرب. لكن أجيب مدرب وأجي وغير لعيبة متى يتأقلمون هذول مع بعض؟ مستحيلة. وأنت ما عندك إلا أقل من شهر، يعني أقل من شهر، صحيح. فصعب الموضوع. فهذول اللعيبة عارفين بعض، بس الإجازة إن شاء الله حتغير فيهم كثير، خليهم يرتاحون نفسيا، العقل يصفى شوي. المدرب حيجي لازم يضيف فنيا ويعطي شخصية قوية، إنه من مين ما أنا قابلت لازم ألعب شخصية الهلال وهاجم وأكون وأبغى أنافس وفق المعطيات. شوف الهلال بيروح بعيد ولا صعب بحكم هالظروف؟ أنا أحس حيطلع من الدور الأول، مش يطلع برا، إنه حيروح خطوة قدام. حيعدي الدور الأول، حيعدي إن شاء الله، حيعدي المجموعات ويروح للدور اللي بعده. بعدين ما أدري. طيب ممتاز. طيب خليني أروح معك أو أختم الموضوع هذا كله في ملف الهلال كامل. الكلام على فهد المفرج ساعة يا عبد الرحمن بتختم ما ختمت وفهد بن نافل. كلام على رحيلهم، هل بقائهم مفيد للهلال؟ هل رحيلهم مضر للهلال؟ وجهة نظرك. اللي ممكن يجي بدال فهد بن نافل وفهد المفرج إذا أفضل، لما تاخذ رأيي أنا أفضل بقائهم. استقرار. قفلنا ملف الهلال. شكرا. إن شاء الله ما زعلت أحد إن شاء الله يا رب. لا ما تزعل أحد، دائما أنت أبو محمد حضورك مختلف وآرائك مختلفة ومنطلقة من خبرة ونجومية وحضور وتاريخ. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله، إن شاء الله جمهور الهلال.
ونادي الهلال في كأس العالم إن شاء الله. أتمنى لهم التوفيق بإذن الله إن شاء الله. ممتاز. طيب نروح لملف مهم، سلمان الفرج والمنتخب السعودي. قصة طويلة جدا مع المنتخب السعودي، في آخرها أو ما قبل الأخير فيها، ما قبل الاستدعاء لسلمان الفرج الأخير والإصابة، قصة مانشيني وسلمان الفرج وما حدث في كل هذه التفاصيل تخص المنتخب السعودي بعد الفاصل. حياكم الله من جديد في نادينا وضيف نادينا الأسطورة الكبير الكابتن سلمان الفرج. أبو محمد، خليني باخذ معك برضو جزئية، أنا كل شوي بقفل الموضوع لكن أبغى أخذ هذه الجزئية. كريستيانو رونالدو، حديث اليوم جالس يدور بشكل كبير على مشاركة كريستيانو، إمكانية أو احتمالية مشاركة كريستيانو رونالدو مع الهلال في بطولة كأس العالم. أنت ترى كريستيانو هل سيقدم الفائدة الفنية للهلال؟ هل أنت مع هذه الفكرة أو أنت ما أنت معها؟ والله كفائدة فنية يعني أنا أتوقع أنه صعب شوي. الجماهير والناس جالسة تطالب بتغيير المحترفين الموجودين حاليا نعم. عشان كأس العالم، صح، وبسبب سوء أو انخفاض مستوى. وكريستيانو الحين يعني كريستيانو اسم كبير وتاريخ وعطاء وكل شيء، لو بيروح مع نادي الهلال هو حيضيف اسم. بس نتكلم فنيا، لما أحتاج أنا شخص في بطولة ككاس عالم وأبغى لاعب جاهز بدنيا قوي، ما راح أروح عشان أخذ رونالدو. العمر يحكم أي شيء. فإذا أنا أبغى رونالدو علشان إنه تسويق صيت، والهلال ما يحتاج صيت طبعا، إنه يعني في اسم جاي مع نادي الهلال حيحصلون مع رونالدو. بس إنه يعني كفنيا إذا أنا قاعد أحاول أغير وحروح أجيب رونالدو، فأنا ما كأني سويت ولا شيء. يعني هيضيف خلينا نقول سمعة للهلال، ولا هو حيستفيد؟ الهلال ما يحتاج، بس إنه في الأخير رونالدو حيضيف جماهيرية رونالدو كبيرة، يعني حيضيف. فأتكلم فنيا وأتكلم عن عقلية الهلال. إذا القرار مش ملزمين فيه أو إجباري، ففي نادي الهلال ما أتوقع يصير هذا الشيء. كشخصية كريستيانو، هل تشوف شخصية كريستيانو تتناسب مع الهلال؟ ما أعرف شخصية كريستيانو، يعني أنا قاعد أشوف فنيا بس. شخصية رونالدو أنا ما أدري داخل الغرف إيش يسوي، في التمارين إيش يسوي ما أدري. بس أنت لعبت قدامه يمكن أكثر من مرة. إيه، بس إنه لعبت ضد أنا ما. بس أنا أتكلم كيف يتعامل مع كيف يتعامل مع لاعبين في الغرفة في النادي. أنا ما أعرف. وشفنا ردات فعل ما كانت كويسة من رونالدو، مثل مع لاعبين نادي النصر كثير. ما أقدر أنا أقول لك مش كثير طبعا، كذا لقطة يعني بعد الخسارة، بعد هدف والمباراة لسه ما انتهت، في ردات فعل ما كانت لها أي داعي أبدا. مهما كان تاريخك، مهما كان اسمك، هم مش قادرين يردون. ما حد يقدر يتجرأ أنه يرد عليك بنفس التصرف اللي أنت سويته، لأنه هو اللي حيكون خسران. فبس أنه تصرف ما كان، مو تصرف قائد اللي حصل منه أبدا. وجهة نظري البسيطة أبدا، ما كان المفترض أنه كريستيانو يظهر هذه إذا ما يدعم الفريق. القائد إذا ما يدعم الفريق في الأوقات الصعبة، فأنا وش أحتاجك فيه؟ يحتاجك وقت ما نكون فايزين بس تطلع عشان تشيل الكاس، تطلع عشان تتكلم عن الإنجاز والفرح. ما أحتاجك. الأوقات الصعبة وقت ما يتسجل عليه هدف، وقت ما أنا خسران، وقت ما الفريق وضعه سيء في شوط أول، بين الشوطين أنت إيش حتسوي؟ لاعب مستواه نازل في بداية المباراة، كيف أنا بس كلمتين إنه أطلع من هذا الجو، إنه يرجع الوضع الطبيعي.
بس انه كل ما جاء فيني هدف اسوي ردات فعل للحارس او الفريق او الدفاع، فانا قاعد ازيد الطين بله على قولتهم يعني. فكريستيانو جالس يتكلم علي وباشارات مش كويسه، وانه قاعد، وانه احنا الغلط منا احنا الدفاع والوسط والحارس واحنا ما قدمنا. كيف برجع اعطيك؟ مستواي حينزل اكثر واكثر، لاني انا شايل هم الناس، شايل همك انت كيف طلعتني قدام الناس بهذا الشكل، وانت كابتني وانت ما انت راضي علينا. فالموضوع ما يتناسب مع الهلال، ما يتناسب مع رونالدو على اللي كان يسويه يعني. هو المفروض هو جاي هنا عشان يعطي صورة مختلفة. تمام. ايه، هو عطى صورة مختلفة في أداء الفني. هو قاعد يسوي كل شيء في الدوري، قاعد يسجل، قاعد يلعب كل شيء، بس انه هذه وهداف الدوري. بس انه هذه التصرفات اللي طلعت منه، الناس صارت واعية، صارت عارفة انه لا، انت قاعد تسوي كذا، تغطي على شيء انت قاعد تسويه، انت ما كنت في يومك، انت ما ادري ايش. مو من حقك انك تطلع زملائك اللاعبين اللي معاك بالشكل السيء دائم وقت ما تخسر او وقت مستويات الفريق ما كانت كويسه. بس تشوف انها بتصير صفقه مدويه بالنسبه للهلال، خصوصا مو بس انه كريستيانو، هلال ونصر، ينتقل من النصر للهلال، ومين؟ كريستيانو رونالدو. اي هذه حتصير بين الجمهور السعودي، التحدي اللي بين الهلال والنصر، انه اخذنا فلان، ولو صارت في الهلال نفس الشيء. جماهير هذا تصرفات جماهير في اي مكان. بس انه لما تتكلم تجي تسالني تقول لي والله فنيا حيفيدهم وانه الهلال لازم يغير وحيجيب كريستيانو، لا، انا اقدر اجيب شخص اجهز اصغر عمرا، حيعطيني اكثر. لكن اذا تبغى اسم، تاريخ، صيت الناس كل الانظار عليك، فتقدر تجيب رونالدو. ومع انه انا اعيد وازيد، في نادي الهلال ما تصير ابدا، مستحيل اذا القرار في يد نادي الهلال واداره نادي الهلال، انه مستحيل يفكر الهلال انه يفكر يجيب رونالدو. يعني اذا كان هذا الموضوع ما هو من اداره الهلال، ايه، اذا كان الموضوع خارج اداره نادي الهلال هذا موضوع ثاني. مثل مين يعني؟ مين حياخذ القرار؟ ما ادري. ممتاز. طيب خلينا نروح الملف بنفس الطريقه، بس انه في المنتخب السعودي، وببدا من هنا، مع انه في محطات كثيره مضيئه معاك سلمان انت في المنتخب، يمكن ابرزها تصفيات كاس العالم اللي كانت مع مارفك واللي كانت مع رينارد، انت كنت نجم التصفيات. لكن خليني بوقف عند محطه مانشيني، وهي محطه مهمه. مانشيني هل هو كان بنفس الطريقه اللي كان فيها كريستيانو ورونالدو يتعاطى مع، بوجهه نظرك يتعاطى مع الفريق بهذه الطريقه، مانشيني كان يتعاطى معكم كلاعبي المنتخب بنفس الطريقه؟ شوف، مانشيني انا ما تعاملت معاه الا معسكر واحد، اللي هي كلها 10 ايام تقريبا او 11 يوم. مدرب غير جيد، فنيا فقير، فقير. يعني لك ان تعرف انه فقير فنيا، انه في التمرين اللي يوم المباراه اللي هي مباراه وديه كانت ضد نيجيريا، ليله المباراه التمرين الاخير، المدرب كل المدربين يسوي تكتيك ليله المباراه. ايه، اذا هو ضامن طبعا المكان وما في تصوير، بس مباريات وديه طبعا فعادي. فهو يسوي تكتيك انه كيف نضغط على الفريق، كيف ندافع. فعشان تعرف انه يعني كان هو تايه او هو يستهبل، ما ادري والله. يسوي 3 طرق. تخيل كيف نضغط. يعني الطريقه الاولى هذه الحين، يلا 4-5-1 نضغط، اللي بعدها 4-3-2 نضغط، اللي بعدها 5-1 نضغط. بعدين يقفل التمرين، يلا روحوا. ان الفريق ما ثبت على شيء معين، ما قال احنا حنستمر على كذا. فنروح وفي يوم المباراه، لا سوي كذا، لا ارجعوا سووا كذا، لا سووا كذا. هذه وديه غير انه شخصيته كارثيه يعني. شخصيته على ايش؟ انا ما اعرف يعني ايه. ما يرى الناس شيء ابدا. شلون يعني؟ اعطني مظاهر هالموضوع. ايش كان يسوي؟ يعني السلام عادي ما يسلم يعني هو على اي احد. يدخل كذا وانتم في الملعب ولا احد عادي ما يسلم. ايه
انت لاعب جديد جاي تروح تسلم عليه ولا يسلم عليك عادي كذا بدون اي ردة فعل. يعني تصرفاته غريبة، يعني في كذا ما ادري، بس انه في كلام شخص ما كان يتكلم مناسب معكم حتى ابدا، بطريقه ما كان سيئة. مناسب ابدا. انا طبعا ما اقدر يعني ايش اقول، ما اقدر اتكلم عن نفسي، بس انه لو يتكلم معي بطريقه مو كويسه لازم حيكون في رد، بس انا ما صار معي هذا الشيء. بس انه هو شخص ما كان محترم في تعامله يعني. يمكن علي البليه يتكلم عنها معاي في الحلقه اللي ظهر معاي فيها، وقال فعلا كان المدرب يعني يتعامل معنا في التمرين يرانا لا شيء. على طاري علي البليه، ممكن اذا طلع معكم مره ثانيه المعسكر الاول اللي عسكروه في اول حضور لمنشيني انا ما كنت موجود. المعسكر الثاني طبعا رجعوا من المعسكر في النادي، اسالهم كيف، ايش رايكم في المدرب؟ كويس مش كويس؟ قالوا لي والله يعني مريح، خلي الفريق يحب الاستحواذ، يحب الفريق يلعب يضغط وما ادري ايش. مبدئيا ان شاء الله انه كويس، بس شخصيته ما ندري كيف يعني، حسه شوي. قلت لهم اوكي تمام. هذا قبل ما تروح سلمان؟ قبل ما تروح. بعدين رحت المعسكر، في ثالث يوم من المعسكر كلمت علي وما ادري من الشخص الثاني اللي كان يقول لي نفس الكلام برضو، الظاهر اتوقع ياسر. قلت لهم المدرب مش كويس، مغرور، يعني في شوفة نفس ومو محترم، ما يحترم اللعيبة أو المجموعة. فقالوا لي ليش؟ قلت لهم حتشوفون. ودارت الدنيا سبحان الله، وانكشف على قدام الناس كلهم إنه صدق مو محترم من التصرفات اللي كان يسويها. والإدارة ايش كان دورها في الموضوع؟ إدارة المنتخب أنا ما أقدر، أنا ما جلست معهم إلا معسكر واحد، فما كان فيه بيني وبينهم تواصل أو شيء على موضوع أو شفت شيء معين تكرر. فهو معسكر واحد يعني حسيت إنه كذا، وبعدها تعورت وصارت المشكلة اللي طلعها وكذا، فأنا استبعدت ما عاد جيت خلاص. فبعدين ما أدري إيش كان يصير، أشوف مع الناس في التلفزيون تصرفاته في المباريات، تصرفاته لما يطلع من المباراة وهي لسه ما انتهت، كيف تصرف مع اللعيبة، فكان واضح كيف تصرف مع الجمهور في جدة. فكان شيء عجيب هذا المدرب. هل أنت فعلا بدخل الحين في المشكلة والمؤتمر الصحفي اللي ظهر فيه مانشيني وقال اللاعبين ما يبغون المنتخب وما يبغون تمثيل المنتخب، وسلمان الفرج بلغوني انه هو قال لا تستدعوني، وحديث حسين الصادق، خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها يعني مباشره ابو محمد. كل المشهد انت شايفه واحنا شفناه، وشفنا رده فعلك وتغريدتك اللي انت كتبتها على هذا الموضوع، وبعدين تحول الموضوع للاستدعاءات والتحقيق معكم والمجموعه كلها كامله. اعطني انت زاويتك في الموضوع، القصة كاملة برواية سلمان الفرج. لكن بستاذنك ابو محمد فاصل بسيط هالمرة، منا مطولين، فاصل وبعد الفاصل طيب سلمان، ندخل عليه في المشكلة والمؤتمر الصحفي اللي ظهر فيه مانشيني وقال اللاعبين ما يبغون المنتخب وما يبغون تمثيل المنتخب اعطني انت زاويتك في الموضوع. انا ما عندي قصة للأمانة، ولا راح اذكر اسماء، بس انه الموضوع كذا فجأة انا وصل انا عندي، يعني كنت نايم وصحيت فجأة الدنيا كلها مولعة انه في كذا 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 مؤتمر وصار وانا ما اعرف. ولما نزل عليه قرار، ايش اللي نزل؟ انه سلمان قال ما ابغى العب، سلمان قال ما ابغى العب مباريات ودية، ايش بعد والله ما اذكر، اتوقع انها 3 أشياء. فكيف تصير وانا المعسكر اللي قبله انا موجود، وانه سلمان ما يبغى يجلس احتياط، انه يلعب اساسي، كلها صارت في المعسكر تستدعوني. اللي قبلها. انا جيت اول معسكر، كنت اول مباراة احتياط، ما صار مني اي شيء، ونزلت بديل ولعبت. المباراة اللي بعدها لعبت اساسي ومشيت، وكلها ودية، ولا تكلمت ولا صار اي شيء. فكيف يعني بعدين قلتوا انه سلمان يقول، يعني انا بعد المعسكر قلت لهم انه لا تجيبوني او شيء زي كذا، لانه صار بعد على طول صارت وديه لا تستدعوني. اي كلام مو منطقي، كلام مو منطقي ابدا. كيف صار ما صار ما ادري، لكن رب العالمين يعني ما يخلي احد. هم
اصحاب الشوشره هذه كلها كل واحد خرج من المجال اللي هو موجود فيه. يعني حسين الصادق فهو ظهر واضح. وتكلم برضو على موضوع انضباطي، وانه هذا الموضوع اللي صار. والله العظيم ما صار ولا شيء من هذه الاشياء، وما في لاعب مستحيل في السعوديه انه حيتجرأ او هذا عقله يعني في شيء انه تجيني الجراءه انه اقول لهم لا تجيبوني الا مباراه رسميه ولا جيبوني العب اساسي. مو منطق. كل اللعيبه ينتظرون هذه الفرصه اني انا بس اروح ادخل معسكر منتخب. موضوع مختلف ترى على موضوع النادي. نعم، موضوع مختلف. اصلا انت لو عندك مشاكل في النادي وانت لاعب منتخب ترى تنحل، لانك انت في الاعلى، فهنا كل شيء ينحل. نفس الموضوع اللي صار معي مع النادي وكنت انا العب في المنتخب، فكان ما عندي مشكله لانك حتنحل بما انك اساسي في المنتخب. بس انا العب في النادي طول وقتي والمنتخب ما ياخذني، انا ايش استفدت؟ ما استفدت ولا شيء. انه جالس العب في النادي بس ما سويت ولا اي شيء في حياتي مختلف يعني، او انجاز اعلى. شرف كبير لما أنا اروح العب في المنتخب، العب اساسي، انا كابتن المنتخب. انا كابتن المنتخب حيروح يقول لا تجيبوني الا في مباراه رسميه وانا ما اجلس احتياط. يعني مو منطق. مستحيل. مستحيل. مستحيله. مو مني، حتى اللاعبين الاخرين، كل اللاعبين في السعوديه، اي لاعب سعودي مستحيل يسويها، مستحيل. ويعني التغريده اللي انا سويتها توضح لك قد ايش انا ان شاء الله ان معي حق. وطلبت حتى بالتحقيق. انا طالبت بتحقيق. يعني ممكن لو انا علي شيء، طبعا هذا نشوف التغريده اللي انت كتبتها في ذلك اليوم، لو انا علي شيء يعني انا حجيب المشكله لنفسي. انا اللي زعلني للامانه انه دخلت باقي المجموعه اجبارا معي في هذا التحقيق. اذا هم تحقق معهم ما ادري والله، بس انه انا كنت ما اقدر، لازم اسوي كذا. انت تحقق معك؟ اي لا، جلست تحقق معي. سالوك 3 أسئلة؟ سالوني اكثر من سؤال، فكان من حقهم، فعادي اخذوا الاجابه. واستوقع الفتره كانت شوي ضيقه عشان بطوله اسيا. صحيح. فنجلس سلمان، مشي المدرب، نرجع سلمان، فالموضوع صعب. فممكن مشوها عشان يستقر عندهم كان قناعة انه هذا المدرب حيسوي شيء، فخلوا المدرب يبقى وخلونا نحل مشكلة بهدوء. بس انه للأسف ما كان قد الطموح، لانه ما كان مدرب على مستوى عالي. طيب. للأمانة يعني. طب ليش صارت؟ يعني خلني اقول، بسألك يعني بسؤالنا اللي احنا محتارين فيه. اذا انت تقول كذا وحسين يقول عكس الكلام هذا، ويرى ان الموضوع كان فعلا انضباطي، وانه هو طبق الانضباط الحقيقي اللي حسين يطبقه دائما مع المنتخب، ليش صار الموضوع؟ ما اعرف كيف صار. ليش ما شوي؟ يعني اذا كان فعلا هو الموضوع ما صار، ليش هم بيقولون روايه مختلفه عن روايتك؟ انت تقول ما حدث ابدا، هم يقولون هذا اللي صار، لا المدرب ولا الاداره. هو موضوع غريب، كيف طلع كيف صار ما ادري. بس انه في الاخير يعني وجهة نظري انه لازم يكون في قرار حاسم، لازم يكون سبب جمهور، سبب يعني الصيت اللي طلع من الموضوع في توقيت مهم كان. والبطولة بعد كم يوم. نعم. فلازم يكون في قرار لمصلحة الفريق والمنتخب. فممكن هم شافوا انه القرار انه هم اللعيبه هذول يتعاقبون. زعلان على حسين الصادق؟ ماني زعلان على احد، في الاخير كل شخص حياخذ حقه. انظلم حياخذ حقه. الاسماء الثانيه الاداريه برضو زعلان عليها؟ ما في. شوف انا واضح وصريح، اللي بيني وبينه شيء رحت له وجه لوجه يعني. ايش قلت له؟ وانهيت النقاش. بس انه اتكلم عن شخص هنا مستحيل. بدون الاسماء، لا تقول لي اسماء. ما في. ايش قلت لهم الناس اللي انت انصدمت لا فيهم؟ الموضوع اللي انصدمت في الاشخاص انه العشره حرام يعني لو انا سويت هذا الشيء اتوقع انك بتدافع عني في هذه اللحظه. لو انا سويت بغير قصد او قلت لك بطريقه غير مباشره بشيء، انت في هذه اللحظه بتدافع عني علشان مصلحتي انا سلمان الفرج اللي انت معاشرني وتعرفني كويس وتحبني، وعشان مصلحه الفريق. اذا سلمان كان مفيد للفريق
في هذا الوقت لانه كانت بطوله وسلطان غنام ومدري مين كذا شخص، يعني اذا هم مفيدين فانت لازم تغطي. في مشاكل كثير في اي مكان، في منتخب في نادي لازم تطلع من فيها مشاكل مستحيل، والناجح اللي مشاكله ما تطلع برا. في هذيك اللحظه المشاكل كبرت وطلعت برا. مين اللي تضرر؟ ضرر المنتخب، مستوى مش كويس، مشاكل، النتائج سلبيه. الحين واصلين لمرحله صعبه في التصفيات، كله سبب مين؟ سبب منشيني. سبب منشين وصلنا لهذه المرحله كلها. فالموضوع صعب والله، موضوع خطير والله. ضايقك كثير طبعا ذاك الفترة؟ طبعا اثر عليك طبعا، انه انا ما اروح المنتخب اكيد انه بيضايقني فعشان كذا انا طلعت بهذه التغريده انه اطالب انه لازم يكون في موضوع، في تحقيق، في شيء. بس اللي صار انه يعني اتوقع الوقت كان ضيق لما جت العقوبه صار كانه سلمان مدان في الاخير. ولكن هذا ما صار. اليوم شهاده للتاريخ انت تقولها سلمان الفرج، كل اللي تكلم فيه مانشيني نهائيا، واللي ذكر اداريا عنك نهائيا بعيدا عن اسماء حسين صادق وكل الاسماء اللي طرحت هذا الموضوع ما صار نهائيا. هل تاثيرك في غرفه الملابس اغاض احد؟ لا مستحيل، انا تاثيري يفيدهم وما قاعد اضر احد. وانا اي شيء اسوي داخل غرفه ملابس ولا في الملعب لما اتكلم معاهم دائما اتكلم عشان مصلحتهم والكل يطلع بالشكل شخصيتك اللي مثلا بعض الاحيان ابو محمد تسرق الاضواء، تغيظ احد؟ انا عن نفسي ما حسيت، وان شاء الله انها ما صار، بس انا ما حسيت. بس انه ما حسيت مستحيل، لانه في ناس تجي تتكلم معي في الهلال وفي المنتخب انه في اوقات انا ما اتكلم. يعني انا لما قلت لك في البدايه انه انا اختار الوقت المناسب اني اتكلم فيه. في اوقات لا يجيني لاعب، يجيني اداري، سلمان اليوم لازم تتكلم، حاسس ان الفريق شوي نايم، لا لا لا, لا تخليهم كذا. في المنتخب تصير وهنا وفي النادي تصير. طبعا ما اسمع الكلام واطبق. انا اذا هو يحتاج انا اتكلم فانا اقول انا بتكلم اليوم، ما يحتاج يتعلمني او شيء. ممكن هو ينبهني على شيء انا ما انتبهت لو انا ما كنت بتكلم واضطر اتكلم. بس انه مش الموضوع تكرار وانه خلاص صار ديدن العمل انه كل يوم يا سلمان كل مباراه لازم تتكلم. مش كذا. ممتاز. حتى في اوقات انا كنت يعني زي اللي اشوف انا وين وصلت في موضوع انه كيف اتكلم معاهم يكون مفيد. انه في مباريات اخلي الفريق ما اتكلم واحس في شيء يصير الشوط الاول الفريق مو في وضعه، فاضطر اتكلم بين الشوطين. في يعني اختبارات تشوف يعني انه اقول ممكن ما يحتاجوني، ممكن انا قاعد اتكلم بس كذا. هل كان المدربين يعطونك هالدور؟ يعني مثلا رينارد مارفك كانوا يعطونك هذا الدور؟ رينارد يطلب مني دايم. رينارد كان يطلب. ايه. يمكن هذا الموضوع ضايق احد؟ لا يطلب مني حتى وانا مصاب. انا لما جاني الرباط ورحت معاهم اندونيسيا حتى وصلت متاخر وامشي والغرفه بعيده شوي، ما طلعت مع الباص عشان ما اقدر اجلس. فلما وصلت خلاص هم مسوين الدائره عشان اتكلم، فاخذني بسرعه وحطني في لو قابلت ابو محمد اليوم حسين الصادق شو بتقول له؟ ما راح اقول له شيء. وذكرني محمد ما راح اقول شيء لاحد. وصلت لهم كلمتهم كل شيء وجها لوجه. اللي انا ضرني او انه شك فيني لا تكلمت معاهم واحد ما عليك، الامور تحت السيطره. سويت اللي عليه. ايه فبس انه ابدا المشاكل الداخليه مستحيل تطلع برا عندي انا وعلى حياتي اللي عشتها في نادي الهلال وليش احنا ابطال. عندنا مشاكل بس انه كله داخل الغرفه داخل النادي نحلها وتنتهي وماشيين في نفس طيب كابتن سلمان خلني بس اخذ فاصل، نريح شوي مع فاصل نرجع نكمل. فاصل وبعد الفاصل تعاقبت عليك كثير من الادارات المنتخب ابو محمد، من افضل اداره انت عملت معها؟ ما اقدر والله ما اقدر، كلهم فيهم الخير والبركه الصراحه. لكن في المنتخب يعني. في المنتخب شوف انا احس انه في المنتخب وهذا اللي انا اشوفه المسيطر الاكبر ولازم يكون هو المدرب دائما في المنتخب، لانه المنتخب مش نفس النادي.
مش لابد عمل سنه، موضوع عند المدرب وبس. ايه لازم يكون المدرب عنده القدره انه يسيطر على هذا المجموعه في الفتره، لان فتره يعني بسيطه صحيح. وتنقطع عنه فتره طويله، ونجوم. ايه فاذا ما يعرف هو يتعامل معاهم فالموضوع صعب، لانه الاداره ما تقدر، ممكن يجي اداري اقل من هذول اللعيبه بكثير في سنواته، ممكن يجي اداري اقل تعاملا وخبره في الاداره نفسها، ما اشتغل شغل، وانت تتعامل مع اعلى نجوم الدوري السعودي في المنتخب، فصعب ايه. فلازم يكون فلازم يكون مدرب عنده القدره يتحمل هذه المسؤوليه كامله، حتى غير انه داخل الملعب، برا الملعب يكون مسيطر. طيب كيف بتصنف اداره حسين الصادق في الادارات اللي مرت على المنتخب السعودي تصنيفها؟ كويس، تمام، يعني في الترتيب كله يعني خلينا نقول انت مرت عليك اظن 5 ادارات. مين ال5 ادارات؟ ترى انا عندي الذاكره انت زيي، بس انا اتوقع انها كانت 5 ادارات مرت على. اعطيني طيب الاسماء. مين؟ سلمان الفرج. بعيدا عن الاسماء، بتحط حسين في ال5 هذه وين؟ ما اقدر، ما اذكر الادارات. من 1 ل5 ما اقدر اذكر الادارات. من 1 ل5 خلينا نحطهم في النص، يلا بحطها 3. تحطوا 3 بقناعه ولا تجامل؟ لا مش بقناعه، لاني انا ما اعرف، ما قاعد اتذكر الادارات وايش العمل اللي كان بيننا في الفتره اللي هم كانوا موجودين. بتذكر معك بعد شوي الادارات، بس خليني اروح للسؤال الثاني. عدي الموضوع، مش لازم اتذكر. إيه؟ طيب 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 خلينا نروح على المنتخب. الوضع الحالي زي ما قلت قبل شوي انت في كلامك انه احنا وصلنا الان مرحله صعبه بالنسبه للمنتخب السعودي على التاهل وانتظار التاهل، وقلت ان هذا سببه كله كان مانشيني والابقاء على مانشيني، وكان من البدايه انه واضح مانشيني لا يستحق العمل مع لعيبه المنتخب، او ما عنده حماس وعنده دافع وعنده خلينا نقول رغبه في انه يدرب المنتخب السعودي. رينارد في هذه المرحله، رايك في رينارد؟ وانت اعتقد زي ما قلت قبل شوي افضل مدرب كان رينارد. رايي فيه هو مدرب كويس، مدرب يعني فنيا مو سيء، لكن يعرف يتعامل مع اللعيبه، يعرفهم، يعني الاختيار في الوقت هذا مناسب انه رينارد يكون موجود، لكن صعب على رينارد انه هو جاي يمسك مجموعه تفككت بسبه المدرب اللي قبل. يعني اشتغلوا 50 خطه مع هذاك المدرب كل يوم، والمجموعات والمعسكرات والاسماء تغيرت كل معسكر. صح. اقل شيء 7 اسماء تتغير. نعم. وفي كل معسكر كل مباراه يلعبها التشكيله اللي تلعب اليوم اللي بعدها يتغير فيها 5 اسماء. فمو منطق اللي كان يسويه، سوى فوضى، مانشيني سوى فوضى في المنتخب. فالحين على هيرفي رينارد انه يلم المجموعه هذه كلها، وهو قادر، بس انه الوضع اللي فيه المنتخب صعب، والمنتخبات تطورت. انت شايف لما تتكلم عن اندونيسيا يجي ينافسك ند بند في جده، يفوز عليك في اندونيسيا. الفكر تغير، اوكي جابوا محترفين هم عشان كذا يصير منتخبهم اقوى، بس كرة القدم تغيرت، يعني الكل صار يقدر يعرف يلعب، والكل عنده فكر. والمرحلة المهمة الحين، الموضوع المهم اللي نتكلم عنه مرحلة المنتخب، انه صعبة للأمانة. يعني احنا الحين تأهلنا على يد غيرنا. نعم. هذه المشكلة. فبإذن الله ان اليابان يلعب فريقه الأساسي، اتمنى، لأنه هو خلاص صحيح عشان يكمل ويعطينا فرصة أكبر. إيه بإذن الله، ويسوي نتيجة إيجابية مع أستراليا، والباقي يصير على يد اللاعبين خلاص. طب أنا وقلتها في لقاء قبل في الحفل التتويج حقنا، إنه مهم إنه اللاعبين لازم مباراة البحرين لازم أظهر بنتيجة ومستوى وأداء وكل شيء، عشان ثقتي أنا هذه لازم ترجع. لأن الثقة شوي متفككة، متفككة شوي في المنتخب. أعطي ثقة لنفسي، للعيبة اللي معاي، للإدارة، للمدرب. ولما يجيني استراليا مهزوم، فأنا 100% أنا حفوز في جدة، مع طبعا جمهور جدة المختلف، واللي حيعطي المنتخب باور جبار. بس إنه أنا لازم ما أبغى بس نتيجة مباراة البحرين، أنا لازم مستوى ونتيجة عشان أجي أنا ثقتي عالية
لما قابل استراليا اخذ المباراه بكل سهوله. عشان كذا هذه الاوقات تحتاج واحد خبره، حتى لو كان لعب اقل مباريات من اللاعب الصغير، عنده القدره انه يتحمل الضغط. هذا اللي قاعد يسويه رينارد. اول ما رجع مين جاب كل الاسماء اللي كانت معه، بما فيهم انت، بما فيهم انا، لانه انا الوقت صعب عندي، انا احتاج برضو ناس تساعدني في الملعب وبرا الملعب. كلمك سلمان قبل الاستدعاء؟ كلمك كان في تواصل وقال لك سلمان ترى بستدعيك وانا ابغى كذا وعنده بلان؟ مش انا بستدعيك، انت جاهز، انت امورك كويسه، كل شيء تمام. اي لانه سامع لما قرر انه يجي، عرف عن المشاكل وكذا اللي صارت لي، فقلت له انا جاهز. واعطاك هالبلان؟ قال لك انا في هالمرحله سلمان انا محتاج لعيبه الخبره، يعني لا ابدا والله ما دخلنا ما دخلت معه في اي تفاصيل. انه بس سال عن وضعي البدني، جاهزيتي، انت جاهز وانه ترجع وكذا، فقلت له انا جاهز، اموري تمام. ما جاك شك ابو محمد وانت في الدرجه الاولى انك تفقد مكانك في المنتخب؟ لا ابدا، كنت واثق؟ مش واثق، بس انه مش تقريبا في الدوري اليلو. نعم، بس مستواك هو اللي حيوديك لاي مكان. وغير كذا يعني اللي موجود مدرب عارفك، يعني موجود رينارد يعني، ويعني اسهل الموضوع. اذا هو محتاجك حيجيبك، فهو عارفك، هو مقتنع. غير انه يكون مدرب جديد، لو كان مدرب جديد برضه اللي حيجيبك مستواك. مش صعب على اللعيبه اللي في يلو، لانه قليل يلعبون في روشن. نعم، فانا حتابع يلو والقى منه لاعبين، وههتم اني اتابع. صحيح، لانه انا ابغى برضو لعيبه اقل شيء 50% جاهزين بدنيا. لاعب ما لعب لي طول الموسم صعب، ما اقدر. هل تذكر ابو محمد في ذيك الفتره كان مطالبات كثير وانت في يلو، مطالبات اعلاميه كثير بانه سلمان الفرج ينضم؟ هالموضوع نفسيا لك كيف كنت تاخذه؟ دائما يسعدني لما الناس تعطيني قيمتي وحاسه بقيمتي، انه والله سلمان لا مفيد ولسه. لانه في كلام قليل، بس انه طبعا كلام تافهين، انه العمر وكبير في السن وكذا، بس انه الاغلبيه انه سلمان لا مهم ولازم يكون موجود، ولازم يسعدني والله كثير، ويعطيني باور وطاقه انه اكمل، بدال ما اعتزل بعد سنتين اعتزل بعد 4 سنين. لو وصل منتخبنا باذن الله لكاس العالم، تطمح انك تلعب كاس العالم؟ لا زال عندك هذا الشغف؟ هذا قرار الجسم وقتها ان شاء الله، لانه انا حاليا يعني قاعد ارجع من اصابه مو بسيطه، فما ادري كيف بيكون وضعي، لكن قاعد احاول قد ما اقدر اني ارجع احسن من اول باذن الله. بس الفكره كفكره كاس عالم موجوده، انه سلمان بما انه عندي الفكره عندي الفكره قادر عندك هذه الرغبه ان شاء الله باذن الله. اذا انا يعني حكون مفيد في الوقت هذاك وحسوي اضافه، لازم اكون موجود باذن الله. نوقف مع فاصل ابو محمد ونرجع نكمل الحوار مع الكابتن سلمان الفرج. فاصل وبعد الفاصل. طيب سلمان، اذا ما خانتني ذاك في مباراه اظن، بس ما ادري كانت مع الهلال ولا كانت مع المنتخب، كان الله يعطيهم الصحه والعافيه الوالد او الوالده كانوا يمرون برضو بوعكه صحيه، ومع ذلك الله يجمع لها الاجر والعافيه ويديمها لك يا رب العالمين. مع ذلك انت شاركت ولعبت، وكانت الظروف الاسريه صعبه بالنسبه. صح. هذه ايش كانت؟ ذكرني. هذه كانت تصفيات مع مارفك، كانت مع مارفك وكانت مباراة في الإمارات ضد الإمارات، وخسرنا في هذه المباراة. اللي قبل اليابان كانت. أنا كان عندي خبر قبل المباراة بيوم أو يومين، والدة تعبانة، بس ما أدري إيش الظرف بالضبط. ما قالوا لك؟ إيه في البداية. بعدين عاد أعطاني خبر، كما خبرني كلمني أخوي قبلها وأعطاني الخبر إنه يعني كانت أمي وضعها ما كان مستقر يعني، بس إنه كملت لعبت المباراة. كانت مباراة صعبة علي نفسيا مرة،
وللاسف انه ما حالفنا الحظ وخسرنا. فكان الضغط اللي علينا اجتمعت عليه. كبير لانه صعبت الامور مره في هذه الفتره، لانه لو فزنا على الامارات خلاص كان يأهلنا التعادل مع اليابان، فلما خسرنا لازم احنا نفوز، التعادل ما يأهلنا. فكان اسبوع صعب على الكل طبعا. انا اوكي مختلف علي بسبب الوالده، بس انه الامور بعدين اعطوني انه الحمد لله وتحسنت وكذا، بس الامور كانت صعبه. في المعسكر هدوء غريب عجيب، ما حد يتكلم مع الثاني بسبب الحزن، الزعل، توتر، كيف حيصير مباراه مع اليابان، مباراه اليابان، واليابان معروف بقوته وكيف ما قصروا الاعلاميين، يعني ضغطوا اللاعبين كأنه انتهت التصفيات، انهم خلاص انتم خسرتوا فخلونا نجلد في اللعيبه. زعلتوا من الاعلاميين بشكل كبير؟ انت مش شكل كبير، هم تافهين بسيطين، يعني البقيه فيهم الخير والبركه ومنطقيين في الكلام، لكن فيه البعض من طلع الى هذا الوقت وهو نقاشه عقيم ما في اي فائده للمجتمع، بس يسوي مشاكل. فكان هذا الكلام اللي كان طالع، فكان ضاغط اللعيبه بشكل كبير. بس انه يعني اللهم لك الحمد والشكر، يعني كان عندنا تحدي، عندنا اصرار انه نتاهل، وجت يعني طعمها حلو بصعوبتها، يعني لما فزنا بنتيجه ومستوى على اليابان الجمنا كثير من الناس اللي كانت تتكلم عن المجموعه هذيك، فصاروا هذول الابطال وهذول الفخر بعدها ب4 ايام، وقبلها ب4 ايام هذول ما يسوون مدري ايش وهذول، فهم؟ فعشان كذا اتفقتوا على مقاطعه، صح؟ مقاطعه ايش؟ بعض الاعلاميين. لا ابدا، ترى الامانه يعني اغلب على بعض الاسماء، لا ترى يعني اغلب اللاعبين ما زعلتوا من النقد، ما عندهم يعني. عادي، اذا انت اذا ما عندك احساس هذا شيء امر مختلف عاد، لكنه ما ياخذك لبعيد هذا الموضوع. تسمع اوكي تزعل شوي، بس لازم ترد بعدين بالعكس، ايه ترد بالعكس انه شيء ايجابي. ممتاز. بس انه اغلب اللعيبه ترى ما يدخلون ابدا في تصادم مع الاعلام اللي دائم نقاشه بس على المشاكل، على اشياء خارج الملعب، فما يلتفتوا لهم. ترى اغلب اللعيبه يعني الحين اللعيبه عقولهم يعني اكبر بكثير من انه يلتفتون المواضيع زي كذا، فتجاوزوها كثير. انا اتكلم عن اللعيبه واللي انا شفتهم. ابو محمد، اليوم على موضوع المنتخب، سعود عبد الحميد واحترافه، تاثيره اليوم على المنتخب، انت ايش رايك؟ انا مع انه سعود احترف، وانا اشوف انه طبيعي الوضع اللي هو قاعد يمر فيه. انا اشوف انه يعني خطوه بخطوه، وانا اشوف انه طبيعي انه السنه الاولى ما تكون مشاركاته عاليه، لكن صارت يعني سوء حظ عنده، انه السوء اللي برضه في الفريق، وتغيير مدربين باستمرار، يعني في توقع في 3 شهور او 4 شهور غيروا 3 مدربين. صحيح. فهذه صعبه عليه هو غير انه على اللعيبه اللي موجودين اساسا في النادي. صحيح. هو لاعب جديد. صحيح. فاللي استدعاه مشى بعدها بشهرين او، فالموضوع صعب. فوق كذا حتى اللي مستدعي، انا قناعتي انا اشوف انه ما راح ياخذ فرصه كبيره الا من بدايه الموسم الجديد مع الاعداد، يقدر يقيمون ويقدر ياخذ مكانه بقدراته الفنيه، وهو قادر. بس انه جاي في نص الموسم الفريق يعني جاهز. على المنتخب تاثير سعود، كيف شايف سعود مع المنتخب؟ لا يعني سعود تعرف سلمان يطرح هذا الموضوع، انه موجود محترف يلعب في الدوري الايطالي، ولما يجي المنتخب ما يكون له التاثير على المجموعه. لا كلام مو بمنطقي، بس انه وجوده مهم، من افضل اللاعبين الموجودين الحين، وما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله في هذا العمر، وبدنيا هو قادر حتى لو ما لعب مباريات كثيره. ان شاء الله انه يعني تمارينه كانت كافيه هناك، اليقين انه حيكون جاهز انه يلعب هذه المباريات. كان لك تاثير عليه لما جاي يروح للتجربه؟ تاثير انه ايش؟ سواء انه يروح او انه يجلس. انا تواصلت معه بعد شاورك يعني في الموضوع؟ لا طبعا لا، انا ما
لا ما ما جاء وصلت. استشارك يعني قال سلمان أنا بروح أحترف في نادي إيطالي، هل أنت مع التجربة الهلال كان يبغاه؟ تذكر ذاك الوقت والموضوع اللي لا ظهر؟ ابدا، بس انه تكلمت معه انه خياره كان موفق انه يطلع في هذا الوقت، اذا تاخر خلاص. فكنت اتمنى له بس التوفيق، بس للاسف الحظ اللي حصله لما راح مو كويس يعني. كان عكسي، ما ايه جت عكسي ما جت بالظروف مرة. اللي ممكن تساعده. وازعل من الناس اللي من محبتهم لسعود انه صاروا يتشمتون لانه كانوا يبغونه في الهلال او انه موجود هنا، انه شفت ايش استفدت لما رحت. لا، راح يستفيد كثير، والسنه الجايه ان شاء الله حيفرق اذا بقى، اذا فكر انه يبقى. انا ما ادري وش الظروف، ايش النفسيه اللي هو فيها. لا هو حيبقى مرتاح حسب معلوماتنا. مش مرتاح، ممكن يعني كل شخص تختلف عقليته. أي. بس ان شاء الله اذا بقى حيختلف وضعه كثير ان شاء الله. واللاعبين الاخرين ابو محمد، فيصل الغامدي، فيصل ما شاء الله تبارك الله امورهم يعني جالسين يقدمون يعني شكلهم بصوره كبيره يعني، وفارقين مع الفريق اللي هم يلعبون صحيح. معاه يعني، مساهمين دائما في التهديف في الصناعات. كتجربة احترافية هي مسألة مهمة يعني. ترى الناس تفهم انه لما تروح تحترف انه بس تلعب اساسي ولا ما تلعب اساسي، في محان ديتيلز وتفاصيل صغيرة تتعود عليها ترى غير مختلفة. في كثير امور حتكون مختلفة. معيشتك يعني حتختلف طبعا. تتكلم عن السعودية في اوروبا، لكن لازم يعرفون الجماهير كلهم انه الاحتراف هنا وهنا، هنا وهناك موجود. ترى احنا محترفين هنا، محترفين 100%. محترفين 100% محترفين، وهناك احتراف 100%. حتى في التمارين في كل شيء. ترى في اوروبا يتمرنون صباح، مش صباح ومساء في الموسم. الاجواء تساعد. لكن في الاعداد وفي بدايه موسم احنا نتمرن الساعه 6 الصباح. في فتره مع مدربين كنا نتمرن الساعه 6 الصباح نجري في غابه، والساعه 11 الصبح نتمرن تمرين، والساعه 4 العصر نتمرن تمرين. هذا في اعداد الموسم. بس طبعا هذا قديم، هذا قديم. ايه خارجيه، لان الاجواء تساعد. وكانت هذا قديم يعني، كانت مو صح طبعا، لانه يجي كل الفريق ميت كله في العياده. فالحين الوضع اختلف، الحين الاعداد كله مباريات اكثر من الجري اللي بدون اي فائده. بس انه في الاعداد كل الموسم اغلبه او لا كل الاعداد يعني 25 يوم الى 30 يوم، نصها انت تتمرن صبح ومساء وعادي. فاحنا نفس اوروبا بس الحياه اليوميه لا متى نفس اوروبا يقول لك يعني احنا حياتنا مختلفه، احنا مختلفين نفس الموضوع. احنا مختلفين هنا في السعوديه عن طبعا. انا ما اعرف عاد هم ايش يسوون، ايش ياكلون، ايش ما ياكلون. انا ما ادري عاد، ولا احد يعرف ايش ياكلون. انت صحيح. قاعد في بيت فلان ولا المحترف، لا ما تدري ما ادري. بس انه احنا بس لما تعاشرونهم انت ابو محمد يعني اللاعبين لما يجون سلمان ما يقول لكم انه احنا ما نسوي كذا، احنا مختلفين؟ لا يعني مثلا نفس الشيء، بس في شيء واحد مختلف قول. ممكن يكون عن بعض اللعيبه، انه في بعض الايام انه لا يصحون الصباح انه لا يتمرن هو من نفسه، هو يعمل على نفسه. ايه هو يتمرن من نفسه، عنده مدرب خاص يتمرن تمارين مختلفه في الصباح، وقائيه بين فتره لفتره مش كل يوم، لانه في ضغط الموسم خلاص انت ما تقدر، انت تستنى الفرصه اللي ترتاح فيها. انت عندك مدرب خاص؟ لا ابدا. ما فكرت مدرب خاص يعني؟ هل هذا الموضوع مطلوب يعني؟ لا يقول لك لا يعني مثلا خلينا نقول لك كريستيانو مثلا اللي نعرفه من معلومات عنده مدرب لياقي خاص، عنده اخصائي غذائي خاص، وعنده القدره الماليه الخاصه. بس انتم يعني في المقارنه يعني برضو عندكم هذه القدره. اي بس انه لما اجيب هذول كله ما ندفع نص العقد للناس هذه، وكله موفر عندي في النادي يعني. يعني الاخصائي حق التغذيه موجود في النادي، المعد البدني موجود في النادي، اقدر انا اجي الصباح انا وياه واتمرن، الدكاتره كله موجود. بس انه في اضافات المحترفين يسوونها يعني من عندهم، مش شو هو زياده. لا عندهم قدره ماليه اعلى بكثير. طيب. فانه يكون انا معاي انقل معاي الطاقم كامل واسكنه في مكان فلاني واجلسه مكان فلاني ومعاي طول السنه او سنتين، عنده القدره. طيب. يعني لازم لازم هم يدفعون يعني النجوم. ايه
يدفعون مبالغ كبيره برضو لهؤلاء الاخصائي طيب انا ايش قاعد اقول لك من وين؟ يا رجل الحين العالم قاعده تقول لكم على المبالغ بالنسبه لكم ينظرون لكم شوف الفرق بين هنا وهنا. بس انا قاعد اقول لك انا اقدر اجيب والله فلان واقدر، بس انه كله موجود في النادي. بيقولون يا سلمان انكم ماخذينها انتم توفير، انت تقول في النادي موجودين، ليش انا اجيب مثلهم؟ هو ممكن موجود عنده في النادي بس يقول انا ابغى اضافه. طيب انا شو قاعد اقول لك انه عادي انا اقدر، بس انه اروح الصباح للنادي اتمرن واقدر يكون عندي واحد واتمرن، بس انه حياتي واللي عشت عليه وتاقلمت فيه مع النادي انه خلاص انا هذه حياتنا في الدوري السعودي. على طاري حياتي الالم اللي كان يجيني كان شديد يعني من الآلام والشيء اللي شفته في أول شهر. التفت عليه وإحنا جالسين كذا نتقهوى، قلت لا والله أنا غلطان، مفروض إني أنا اعتزلت. يعني في اليوم ما أنام إلا ساعتين. كل الجماهير كانت ترسل لي أنا والله من الجمهور فلاني وأنا أحبك وأتمنى لك ترجع، فكان في شيء داخلي يزعجني كثير.